5. اخد 5-2 ليه يابا؟ ليه؟ وديربي، ودي بدايه تحس ان هي مش مبشره، مش مبشره، ما في ديربي كمان يومين. 5. ايه يابا؟ احنا بنعمل ايه؟ ولا احنا فين؟ انا بلاعب اتلتيكو مدريد دي بقالي 20 سنه، هي بنفس الستايل بتاعها، الاسلوب الدفاعي، سيميوني بنفس البدله، هم هي نفس اللي جوه بتخش فيا. يا اسطى انا تعبت، وعم كورتوا يا اسطى اعمل حاجه، التاني هيجيبني، عم فليكي ده بيطير، ده بينكش. انا لغايه دلوقتي مش مصدق، ده عليه العوض. ناخد 5، يعني اتلتيكو مدريد دي يخسروا من طوب الارض، يمسحوا بكرامتهم الارض، يجوا قصادنا ما تفهمش ايه اللي بيحصل لهم، ما تفهمش ايه اللي بيجرى وسيميوني بيديهم ايه. العيال بينزلوا بياكلوا، وعم بيريز قاعد لي فوق ماسك التليفون بيلعب. بتعمل ايه؟ بتتصل بانشيلوتي اللي كل شويه نجيبه. طب انا مش فاهم، ومش فاهم بلينجهام بيعمل ايه في مركزه ايه. قول لي يا عم تشابي الونسو، انت قول لي عشان قاعد. قلنا نكسب كمل الصداره بقى فيها بيتا، ونروح بقى وفيها بيتا. التاني ده لو جابنا هيطير، التاني ده بينكش بالعيال اللي بيلعب بيها دي. انا مش عارف، دي مش نتيجه ماتش، ده في هجمتين كمان. يعني انت لو دخلت في الاحصائيات في هجمتين كمان لاتلتيكو مدريد كانوا محققين بنسبه يعني 100% ما جوش. يعني كانت ممكن النتيجه تبقى 7-2. نغير، مش كل مره ناخد 5 في وشنا. مش عارف حكايه الخمسات. هو مفيش موسم، نفسي افهمها دي، مفيش موسم يعدي غير لما اخد 5. مفيش موسم يعدي كده يعني ما اخدش 5. هي تذكره كده، كل ما اعدي واحد ياخد 5 ماشي من دون. انا مش فاهم. في واد عندهم مش عاوز اقول اسمه عشان ما بحبوش، اهو الواد ده على طول يا اسطى، الواد بيجي قصادنا مش عارف اللي بيحصل له. الواد بيجي قصادنا يا اسطى بيجرى له حاجه ما تفهمش، بيشوف ريال مدريد، ايوه هم دول. فانا مش عارف والله. خدنا 5 وبرشلونه يكسب الماتش اللي جاي، ف اللي هو يكمل معانا، يكمل بقى ويطير هو. ما انا بالنتيجه مش عارف اعمل ايه. حتى انا صورت الفيديو متاخر عشان في حاجات عمال افكر طب اصوره، محضره اهو، طب اصوره. قلت لا يا عم، بس لا، لازم اتكلم عشان تعبت يا بيه. 5 هم الفكره ان هي اتلتيكو مدريد، هو سيميوني، هي الفرقه، هي طريقه اللعب، وبرضه بخسر ب5 ربنا يعيننا على اللي جاي.